جاية النهاردة أقول لك عادي لو عدى يوم ولا يومين أنت كنت مريح واخد بريك ما بتعملش أي حاجة أو موقف الحاجات اللي أنت مسحول فيها طول الأسبوع وعايز بس تفصل أو ترتاح أو حتى تعمل حاجة تانية غير اللي أنت كنت مسحول فيها طول الأسبوع. أنا عندي وجهة نظر في النجاح الشخصي بالذات إن الشخص ده يكون مهتم بأكتر من جانب في نفس الوقت، حتى لو ما بيحطش الفول باور بتاعته في مجال واحد، فبالتالي مش هيكون نينجا في مجال واحد، لكن هو بيقدر يحط رصيد في كل المجالات اللي في حياته أو في أكتر من مجال في حياته. أنا باحس إن ده شخص هيقدر يستمتع أكتر، هيقدر يكون عنده إنتاجية أكتر، هيقدر يكون عنده حاجات تشيل حاجات. يعني لو شخص قاعد طول عمره مركز في مجال واحد أو في جانب واحد في حياته وبيدّي له كل الموارد بتاعته، كل طاقته، كل حاجة عنده بيحطّها في المجال ده أو في الجانب ده في حياته، في الشغل مثلًا. الشخص ده هيكون نينجا في الشغل فعلًا، هيكون ناجح جدًا فيه، لكن في الغالب بنسبة 95% هيكون مش ناجح خالص في أي مجال تاني في مجالات حياته. في ناس بتشوف إنه مش مهم، الشغل في الأول وفي الآخر ده أكل العيش، والناس بتعرفك ليه غير علشان مثلًا فلوسك أو علشان منصبك أو اللي أنت حققته في حياتك، هُم مش هيسقّفوا لك لو أنت قاعد فاشل. هو إحنا مش لازم برضه نروح للextreme، يعني مش لازم يكون شخص فاشل أو ناجح أوي، دي طبعًا بتختلف من واحد للتاني، إحنا مش كلنا زي بعض، في ناس بتبقى عايزة فعلًا تبقى ناجحة أوي في المجال بتاعها، أو في ناس بتبقى عايزة إن هي تكون مستسلمة خالص وكسلانة وما بتعملش أي حاجة. أنا بأيّد فكرة إن الإنسان يكون موازن على قد ما يقدر أكتر من مجال في حياته، يعني يوازن مثلًا روحانياته، يوازن علاقاته الاجتماعية، يوازن أهله والعيلة بتاعته، شغله، الهوايات بتاعته، أيًا كان اللي أنت بتعمله حاول تحط بس ولو بذرة بسيطة في كذا حاجة، في أكيد حاجة هتبقى واخدة أكتر اهتمامك، وبرضه دي حاجات بتختلف مع الوقت، يعني ممكن النهارده أنا اهتمامي كله رايح للبيت لسبب معين، بكرة أنا اهتمامي كله رايح للشغل لسبب معين، بس في المعظم أنا باحاول أوزّع اهتمامي وطاقتي ما بين كذا حاجة في حياتي. الشخص ده بالنسبة لي باكون شايفاه أنجح وأذكى، لإنه بيقدر يجمع ما بين إن هو عادي يقدر يركّز في شغله، وفي نفس الوقت يقدر يكون عنده علاقات وناجحة وكويسة، في علاقة مع نفسه كويسة، في علاقة مع ربنا كويسة. لو كل يوم باعمل بذرة ولو بسيطة في كل حتّة، بعد فترة البذرة دي هتطلّع حاجة، فهاجي مثلًا لو أنا مُحبَط من الشغل هالاقي حاجة تانية تسندني، أو حاجة تانية هالاقي بذرتها طلّعت ثمرة كويسة. لو أنا مُحبَط من البيت هالاقي مثلًا الشغل هو الثمرة بتاعته مطلّعة نتيجة كويسة. لكن لو أنا مركّز طول الوقت على مجال واحد، أولًا هاحس بالاستنزاف والاحتراق طول الوقت، لو حصل فيه أي وقوع أو إحباط ده هيبقى موقّعني أنا كُلّي كده كإن كياني كُلّه مرتبط بالحاجة دي، لو وقعت هاقع ولو وقفت أو قامت هاقوم. فكمان بيبقى صعب على الشخص اللي مركّز على مجال واحد بس في حياته أو جانب واحد في حياته، وحاطط فيه كل طاقته ورابط قيمته بالحاجة دي، صعب عليه إن هو يقدر يrest أو ياخد راحة، صعب عليه لإن خلاص هو ده المصدر اللي هو بيغذّيه طول الوقت واللي بيتغذّى منّه طول الوقت، فإزاي ممكن أريّح منّه؟ ما أنا لو ريّحت هاقع وهابقى فقدت كل حاجة. لو أنا النهارده قررت إن هاخد مثلًا أجازة من الشغل علشان محتاجة أفصل شوية من الstress بتاعه، فخلاص أنا عندي حاجة تانية أكيد هاعملها برضه، ممكن تبقى أريح بالنسبة لي، إن أنا مثلًا ممكن أقعد أتكلم مع والدتي، إن أنا ممكن أنزل أتمشى شوية، أقعد أقرا قرآن. فأنا مش باريّح بمعنى إن أنا كسلان خالص وما باعملش حاجة في الحياة تمامًا، لكن باريّح من الstress، باريّح من فكرة إن أنا مشدود أوي ناحية حاجة معيّنة وبيتم استنزافي فيها. أنا فاكرة في وقت من الأوقات والوقت ده كان سنين مش كان يوم ولا 2، من كتر ما كنت حاسة بstress ومن كتر ما كنت شايفة إن عشان أنا مشغولة طول الوقت وباعمل مليون حاجة طول الوقت، فأنا كده بني آدمة كويسة وشغالة وفعّالة وتمام وزي الفل، بس من كتر ده ما كنتش مستحملة إن حد يتكلم معايا غير في mood معين. لو أنا عملت recharge كده شوية بسيط، عملت شحن بسيط كده وقدرت إن أنا ممكن أستوعبك، فساعتها هاقدر، غير كده أنا حاسة إني مش متقبلة كلام، مش متقبلة رنة الموبايل، مش متقبلة صوت الnotification أو الإشعارات يعني بتاعة التطبيقات. فدي فترة كانت طويلة
وفي نفس الوقت مليانة حاجات، مشحونة بحاجات مخلّياني أنا كبني آدم مش قادرة أتقبّل أي حاجة تانية، مش قادرة أتقبّل أبسط كلمة من أي حد ولا صوت أي حاجة، من كتر الstress أو من كتر ما أنا شاغلة نفسي بحاجة أوي أو مضغوطة أوي طول الوقت. ولاحظت إن أنا لمّا بدأت أقلل إن أنا أبقى مضغوطة في مجال معيّن أوي، فلاحظت لمّا قللت ده شوية أو وازنته إلى حد كبير، حسيت إن لأ، عادي لو أنا فتحت صوت التليفون، عادي لو أنا فتحت صوت الnotification، عادي لو أنا مثلًا حد كلمني في أي وقت، أقدر إن أنا ممكن أستوعب وأتكلم معاه، أستوعب إن هو مثلًا محتاج إني أتكلم معاه وأركّز معاه، فأنا تمام، عندي الطاقة دي. أحيانًا كمان بتكون بتعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، بس أنت بتجِز فيهم كلّهم، مش ده اللي أقصده خالص. يعني ساعات ممكن تكون بتعمل بتروح الشغل وبتروح التمرين ومثلًا بتاخد كورس أو بتذاكر حاجة معيّنة ومش عارفة بتعمل حاجة بتساعد بيها والدتك في البيت، وبعد كده بتنزل مثلًا مش عارفة بتجيب إيه، وبعد كده بتقابل صاحبك بالليل. ممكن يكون يومك مليان وبتحاول تدّعي إن أنت كده موازن ما بين أكتر من مجال أو بتحط بذرة في أكتر من مجال، بس هو في الحقيقة إن أنا كده باجِز في الحاجات، مش بالراحة. المقصود بالتوازن في الحالات في الكلام اللي أقصده، المقصود بالتوازن هو إن أنا أبقى هادي، أبقى فاهم إن سعيي هو مجرد جزء من المعادلة، وجزء بسيط كمان من المعادلة، مش هو أساس المعادلة ولا هو اللي هيدّيني النتيجة. لكن مثلًا لو أنا باجِز طول الوقت عشان أنا رابط قيمتي بالحاجة اللي أنا باعملها، فما ينفعش أبقى قاعد فاضي، فعشان ما ابقاش قاعد فاضي فلازم أكون باعمل حاجة، فعشان أكون باعمل حاجة يبقى أنا لازم أطلّع بقى حاجة في كل مجال، يعني لازم أبقى باكلّم صاحبي، بعد ما أكلّم صاحبي أنزل أعمل حاجة، بعد ما أرجع من اللي أنا عملته لازم أعمل حاجة تاني في البيت، فلازم طول الوقت أكون باعمل حاجة، ما ينفعش أقعد هادي ومستريّح وواخد break وباحاول أفصل دماغي، لأ ما ينفعش. فالحالة دي أكيد مش حالة متوازنة، حتى لو يبدو في ظاهرها إن أنا باشتغل على كل جوانب حياتي وباهتم بيها، بس أنا برضه كده بيتم استنزافي. فأعتقد إن الصورة الطبيعية هو إن أنا أحدد إيه الأولويات بتاعتي، وأكون متقبّل إن الأولويات دي ممكن تختلف باختلاف الأحداث اللي بتحصل، ممكن النهارده الأولوية للصحة، لكن بُكرة مثلًا للعيلة، بعده للصحاب، بعده للشغل وهكذا. أبقى محدد أولوياتي وأبقى متفهم إن هي ممكن تختلف بحسب الظروف، وفي نفس الوقت ما باجزش، يعني لو أنا حاسس إن أنا راجع من الشغل تعبان فخلاص هارتاح، مش لازم إني أكون باعمل حاجة. يعني أنا عايزة أقول إن مش لازم أكون باعمل حاجة، مش لازم عشان أكون بني آدم فعّال ومُنتِج وليه لازمة إن هو يكون بيعمل حاجة. عملت حاجة النهارده واحدة مش لازم أعمل 10، مش كل ما باعمل أكتر هاكسب أكتر، الموضوع مش كده. أنا اللي باُستنزف وأنا اللي باتعب، وأنا اللي هاجي في وقت أبقى مش عايزة أعمل أي حاجة خالص. فأعتقد إنه قدر من التوازن والهدوء من غير جَزْ، من غير ما أكون مستعجل على النتيجة، من غير ما أكون مستني أصلًا النتيجة، أبقى فاهم إن جزء كبير من السعي هو يقيني وإيماني في ربنا وإن هو اللي بيرزقني، والرزق مش فلوس بس أو مش شغل بس، الرزق ده ممكن يبقى محبة الناس ليّا، ممكن يبقى محبة أهلي ليّا، ممكن يبقى صحة بعد مرض. أبقى فاهم إن هي المعادلة كلّها أصلًا من عند ربنا، وأنا باعمل جزء بسيط جدًا من المعادلة ألا وهو السعي، فما أحبش إني أكون مقصّر فيه، لكن في نفس الوقت ما أحطّهوش هو كل الاهتمام، وأقعد أجِز وأحس إن لأ، لازم أعمل ولازم أسوي فلأ، عادي ترتاح، وعادي تفصل، وعادي النهارده تاخد أجازة مثلًا من الشغل، عادي إن أنت محتاج تقعد كده بس ما تعملش أي حاجة عشان تريّح دماغك، ولو عايز مقياس للإنتاجية فعلًا حقيقي، شوف نفْسك النهارده مقارنةً بامبارح، بس، وسلام.